بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة السادسة من علاء الأسواني. وقفنا عند نقطة وسيم السيسي الهجاص الكبير اللي بيقول لك إن حسن البنا غير اسمه وأضاف كلمة البنا عشان هو متأثر بالماسونية. الماسونية معناها البناؤون الأحرار. طبعا ده تهجيص، لان انت حسن البنا كان من اعدى اعداء الماسونيه، ومفيش حد في الدنيا بيغير اسمه عشان يبقى حسب الايديولوجيه بتاعته. طبعا ده راجل جاهل وهجاص. ومش عارف المحطات العبيطه دي اللي بتجيبه، ومنهم محمود سعد بيجيبوا العبيط زيه ده. المفروض يا محمود يا سعد يبقى عندك اعداد للبرنامج. تتكلم الراجل ده إذا كنت مصمم تجيبه قبل، حتى برضه الدكتور اللي بيجيبه، الناس اللي بيجيبهم دول يقعدوا يهبدوا ويهجصين دول، يراجعوا معاه الماده العلميه. تقول له والله اكتب لي الاسئله، قول لي الردود بتاعتك وايه المراجع اللي هترجع بيها. يعني حكيت لكم انا عن ان الراجل وسيم السيسي ده لما آه، سعد محمود سعد بيقول له: هل صورة المسيح اللي في الكنايس اللي بشعر اصفر منسدل كده وعين زرقاء، هل هي دي حقيقية؟ قال له: ايوه، العقاد قال كده في كتاب حياة المسيح في صفحة مش عارف 174 ايه. محمود سعد بقى ايه الطريقة بتاعته دي؟ يا سلام. طب مش المفروض تجيبوا الكتاب ده وتشوفوا بيقول ايه الراجل ده؟ بينشر الجهل. انا رجعت الكتاب. العقاد بيشتم الناس اللي بيقولوا الحكايه دي، بيقول دول ناس اغبياء. ده غير صحيح. شوف التدليق، فعرفت ان دي البدايه اللي خلتني اعرف ان الراجل ده هجاص ومدلس يعني. شوف بقى بيقول لك ايه، قال ايه حسن البنا غير اسمه عشان هو ايه ماسوني. ايه الهبل ده؟ ايه هو ايه هبد. خش على الشات جي بي تي، خش على جروك اللي هو الذكاء الصناعي بتاع تويتر، خش على الويكيبيديا واسال كده حسن البنا والماسونيه. يقول لك ده كان من اعدى اعداء الماسونيه، عمره ما كان ماسوني ولا ده. والمهم بقى ان هو نفس الرهجاص ده بيقول لك انا كنت بدي محاضرات في المحفل الماسوني اللي في شارع عماد الدين. هو كان بيدي محاضرات يعني. يعني هو اللي ماسوني. بيتهم بقى ساعه زغلول كان ماسوني، مش عارفين كان ماسوني ومين كان، وملك فؤاد كان ماسوني. طبعا ده كلام فارغ، كل دي اكاذيب. هو بيبرر هو ماسوني، هو اللي ماسوني. وسيم السيسي. طيب ايه الماسونيه وايه البناؤون الاحرار؟ يعني ايه البناؤون الاحرار؟ طبعا في ناس كتير جدا مش فاهمه يعني ايه ماسونيه ولا يعني ايه البناؤون الاحرار. آه سيبك بقى من ان الماسونيه دلوقتي فيها شيء من الغموض او كده، لكن هي بدات ازاي؟ بس عايز اقول لك حاجه يعني. اعظم مفكر في القرن ال 19 في العالم وفي اوروبا وفي فرنسا اللي هو فولتير، اخر حاجه عملها في حياته قبل ما يموت ان هو انضم للماسونيه وانضم لمحفل باريس الماسوني. يعني احنا مش بنتكلم عن حاجه يعني شريره بالشكل اللي هم متخيلينها، لا. ايه اولا كلمه ماسون ايه؟ انا هشرح إيه يعني ايه ماسونيه، او ايه هي الفكره بتاعت الماسونيه، وايه الاسم بقى ماسون يعني البناء. وايه إيه البناؤون الاحرار دول؟ ايه الحكايه دي؟ الحكايه ان لما المثقفين الفرنسيين بيسموهم المتفلسفين الفرنسيين جهزوا المجتمع للثوره ونشروا الموسوعه الفرنسيه في مجلدات بتشرح للشعب الفرنسي ايه معاني الحريه والعداله وكده، فايقظوا المجتمع الفرنسي، خلوه يحس بان هو مظلوم وانه هو لازم يعمل ثوره. المثقفين دول عموما كانوا ضد الكنيسه في نفس الوقت. ضد، لان الكنيسه كانت متحالفه مع الحكم، مع الطغيان. الكنيسه كانت بتقول لا، الملك ده معين من المسيح، زي ما يعني ده معين من المسيح، وبالتالي مش من حق اي حد لا يراجعه حتى ولا ينتقده عارف انت زي الجماعه السلفيه اللي هي بيقول لك اذا الامير، طاعه الامير هي اهم حاجه في الدين. تخيل، خلوا طاعه الامير اهم من الصلاه والصوم فهم كانوا كده برضو في الكنيسه في اوروبا. لذلك الوعي الثوري انطلق في اتجاهين: اتجاه ضد الكنيسه واتجاه ضد الملكيه والارستقراطيه والراسماليه. هي لسه ما كانتش ظهرت الراسماليه، يعني الاغنياء يعني. فهم الجماعه بقى المثقفين دول خرجوا عن المسيحيه، قالوا لك الكلام اللي بتقولوا الكنيسه ده كلام فارغ، والكنيسه اصلا دي اكبر مستغل. الكنيسه في فرنسا كانت اغنى هيئه في فرنسا، اغنى هيئه. عندها اديره فيها مئات الوف الافدنه، وعندها عبيد، وعندها
يعني كانت الكنيسه الفرنسيه بتدي قروض للملك، كانت بتدي قروض للملك، هي اغنى حد في فرنسا كانت الكنيسه، لان الدوله كانت بتديهم اعفاء من الضرائب، وكانت بتخليهم يفرضوا ضرائب على الفلاح. لازم العشور دي اجباري، مش بمزاجه يتبرع، لا، عشر دخله، عشر منتجات ارضه لازم يديها للكنيسه. واذا ما عمل، ولازم لما يجي يموت واحد عنده اي املاك لازم يكتب جزء منها، جزء مهم منها للكنيسه، والا مش هيدفنوه فيها، مش هيدفنوه في الكنيسه، يدفنوه في الشارع كده في اي حته، ولا هيعملوا عليه قداس ولا هيعملوا عليه الكلام ده. فالكنيسه كانت غنيه جدا، وكانت بتساهم في استغلال الشعب الفرنسي. فاصبحت المثقفين دول والمتفلسفين دول ومنهم فولتير ضد الكنيسه بنفس القوه اللي هي ضد الملكيه والارستقراطيه. فقالوا طيب بس الكنيسه ليها، الدين برضو ليه دور، اللي هو ايه؟ الاخلاق، المنظومه الاخلاقيه. يعني احنا لو رفضنا اللاهوت المسيحي كله ماشي، لكن في حته لازم نحتفظ بيها وهي الاخلاق والقيم، والا المجتمع هيبقى غابه. ما هو يعني لو شلنا الوصايا العشر اللي هي لا تسرق لا تقتل لا تعمل، طب ما الناس هتقتل وتعمل. شوف لما اليهود شالوا وصيه لا تكذب، شوف دلوقتي الكذب بقى حاجه عاديه جدا في العالم، في العالم المسيحي ولا العالم اليهودي بيكذبوا عادي جدا، عشان لغوا وصيه من الوصايا العشر اللي هي لا تكذب، خلوها لا تشهد زور عند القاضي. ايه لا تشهد زور عند القاضي؟ هي لا تكذب، هم لانهم عايزين يكذبوا. قال لك احنا لو ما كذبناش احنا تجار ومرابيين اليهود، فلازم نكذب. فشالوا، لانه كتبوا التوراه دي من الذاكره، التوراه فقدت، الاصليه بتاع سيدنا موسى فقدت في الاسر البابلي سنه 1000 1200 قبل الميلاد. لما جم رجعوا فلسطين 600 قبل الميلاد، يعني بعد 600 سنه، ما كانش عندهم نسخه بالتوراه. فقالوا طب نجيب الناس اللي كانت بتحفظ التوراه، تعالوا اكتبوا لنا التوراه. فطبعا الفوا بقى، شالوا وحطوا اللي هم عايزينه. فشالوا كلمه، شالوا وصيه لا تكذب، فبيكذبوا عادي جدا. فنيجي نقول ايه؟ فاصبحت المثقفين الفرنسيين والثوار الفرنسيين ضد الكنيسه وضد الايه، الارستقراطيين في نفس الوقت. فقالوا طب لو احنا ضد عايزين بقى اخلاق، بس من غير، عايزين يعني ايه؟ منظومه اخلاقيه بس من غير اللاهوت الكنسي. فقالوا طب نعمل دين كده بشري، دين بشري فيه الاخلاق بس، والدين ده يدعو الى محاربه كل الاديان، اي دين تاني نحاول نهدمه. وهي دي خطه الماسونيه، وهو ده اختلافنا مع الماسونيه، ان هم بيحاربوا الاديان كلها، بيقولوا لا احنا عايزين نعمل البشر هم اللي يعملوا دين خاص بيهم هم، في اخلاق وفي دي هي جوهر الماسونيه. طب ايه بقى البناؤون الاحرار؟ قال لك احنا عايزين مؤسسه، دايما العمل لازم يكون مؤسسي، لازم نعمل للدين الجديد ده البشري مؤسسه، ويكون ليها وضعيه قانونيه، ونقدر نعمل فيها اجتماعات، ونقدر ما لا. فلقوا في فرنسا ما فيش مؤسسات غير حكوميه الا غير النقابات، ومنها نقابه العمال البنائين، عمال البناء. لقوها فعرضوا على بعض النقابات فرفضت. عمال البناء دول فوافقوا، قالوا تعالوا عندنا يلا، وهنديكم فلوس وبتاع، يعني اللي هم الماسونيين، هنديكم فلوس وحاجات زي كده واسمحوا لنا، وكمان احنا هناخد شعاركم ان انتوا بنائين، احنا هنبقى ايه؟ احنا البنائين الاحرار، احنا بنائين زيكم. لذلك تلاقيهم حتى في الاجتماعات بتاعتهم الماسونيين بيلبسوا كده اللي هي المرياله بتاعت العمال، ويحطوا فيها شاكوش، ويحطوا فيها مش عارف ايه وبتاع، حاجات الادوات عامل البناء ده، اعترافا بالجميل لايه؟ لنقابه البنائين. يعني فقالوا احنا كمان بنائين، احنا بنبني العالم وبنبني الحضاره الاخلاقيه اللي هي ايه؟ خارج الاديان. ادي قصه كونها مع الوقت بقت سريه، وبقت فيها اشياء غامضه، وفي سيطرت عليها اتجاهات زي الصهيونيه وزي البتاع ده موضوع. على فكره الماسونيه ممنوعه في اسرائيل، عشان بس ما حدش يفتي، بس الماسونيه محرمه وممنوعه ومجرمه في اسرائيل. الصهاينه قدروا يخترقوا كل حاجه في العالم، فاخترقوا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، اي حاجه بيخترقوها. فهم اخترقوا الماسونيه ماشي، وبالتالي خلوها تنفذ حاجات تآمرات وبتاع. اوكي، انا ما بقولش الناس يبقوا ماسونيين، بس لازم تفهم الماسونيه اساسها ايه؟ اساسها دين بشري يكون بديل لكل الاديان الاخرى السماويه. لذلك هم بيحاربوا الاديان السماويه، بيقولوا احنا ممكن نحصل على الاخلاق من دين بشري.